السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشني جدا جدا. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يدوس لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ مع بعض. دي مشتريات انا بجيبها اول الشهر، ساعة ما بجيب التومين بتاعي بتفرق معايا قوي في الميزانية اللي محدش عارف يسيطر عليها. حاجتين هيخلوك تسيطري على الميزانية: الرضا والاستغفار والصدقة. كده دخلنا في 3 حاجات هو ربنا اللي بيدبرها في الغلا ده. لان انتوا لو هتسألوني، يعني مثلا انا واحدة من الناس مثلا دخلي مثلا ثابت 2000 جنيه في الشهر. انا المصاريف اللي بتطلع من بيتي مش 2000، اضربي ال2000 قدها مرتين 4000، وانا مش باخد مثلا 4000، هما ال2000 جنيه بس. هي بركة ربنا. هنسمي الله زي ما انتم شايفين كده، وهوريكم المشتريات اللي انا جبتها بحوالي 500 جنيه. كانت ايه؟ بيت الجمله عامل عروض حلوه عشان خاطر عيد ميلاده. اول حاجه جبت المناديل دي تماره، ارخص نوع لقيته في الاستاند جبته. هي 550 منديل او 50 منديل و3 علب، والمناديل يمشي حالها زي ما انتم شايفين. المناديل طبقتين، دول 3 مع بعض عاملين 49 جنيه ونص. طبعا المناديل دلوقتي من 60 لحد 115، اللي هي زينة وروز جاردن والحاجات دي. انا جبت النوع ده كان عليه عرض وب49 ونص، حلو ويمشي الحال وزي الفل. تمام. جبت كمان الرز بقى اقصى حاجة ليكي 3 كيلو. في نوع اسمه الست الغالية، ده رز مصري عليه عرض، ده تقريبا ب22 ونص. تمام. ده رز مصري عريض الحبة. لقيت رز بقى بيقولوا ان هو كان ب31 جنيه، ونزل عليه عرض بقى ب21 جنيه. الرز ده اسمه غزال، ده حلو وكل حاجة، بس مكتوب ارز كاموليني. مش يعني ايه كاموليني يا جماعة؟ كامولينو او كاموليني زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه بقى ده ايه وضعه يعني. فانا قلت ايه، هو بصوا هو حلو ونضيف وكل حاجه، بس انا قلت هجيب كيلو. بعد ما خدت 5 كيلو في العربيه، اولا انا معرفش ان هي اقصى حاجه او ازيد حاجه ليكي 3 كيلو. وبعدين لما لقيت ان هو قال لي لا بس اخرك 3 كيلو رز، قلت هجيب منه واحد بس واجربه، لان انا لفت نظري الكلمه دي ان هو مش رز مصري. قلت هجربه، لقيته حلو به ونعم وهجيب لي حبه. ما لقيتوش حلو يبقى خلاص وايه، وما خسرتش كتير. ده هو كيلو واحد، ده اللي هو اسمه غزال في بيت الجمله، عامل 21 جنيه الكيلو. وده الستة غالية عليه عرض ب22 ونص تقريبا. كده 3 اكياس رز. جبت المناديل طبعا هتقضيني الشهر كله. جيت بقى المكرونه، برضو كان عليها عرض حلو، اللي هي الملكه، كانت ب7 جنيه الا ربع، يعني ب6 جنيه 75 بدل 7 جنيه 75. تمام. يعني الكيس من دول ب7 جنيه الا ربع من الملكه. جبت 2 خواتم و2 مرمريه و2 قلم. تمام. ما كانش فيه شعريه خالص، جاب على بعض 8 اكياس مكرونه، 6 الملكه و2 الاصيل اسباجيتي اهم. ملقش شعريه وملقش اسباجيتي من الملكه، فجبت النوع ده كان تقريبا ب5 جنيه 75 قرش. تمام. اسمه الاصيل، معروف ان هو ارخص نوع مكرونه، بس خلي بالك في السوا بتاعتها عشان بتعجن بسرعه. جبت 2 بيكنج باودر دريم، وجبت كمان 2 خميره فوريه. والعدس كان عامل عليه عرض ب39 بدل 48، جبت ربع كيلو، ده بعد ب48. هو بقى عامل عليه عرض ب39. دول عايزه اقول لكم ربع كيلو عملوا 8 جنيه ونص بعد الخصم. تمام. ودول ب5 جنيه فريك، قلت له عايزه فريك فجبت ب5 جنيه. والحلاوه الطحينيه الربع عليه عرض ساده ب20 جنيه، بس هما مكتوب 22، بس هو الربع كان ب19 جنيه. هتلاقوا عروض اول ما تدخلوا عند قسم الاجبان، بس خلي بالكم العرض ده للربع كيلو عشان ما تتخضوش. زي يعني انا لقيت عامل ايه، حلاوه بيت الجمله ساده ب20 جنيه. قلت ايه الكلام ده، احنا رجعنا للايام زمان اللي هي من سنه. بعدين اكتشفت ان اللي كاتبينه ده لحجم ربع كيلو، فربع كيلو الحلاوه الطحينيه دي كان بعد العرض ب20 جنيه ساده. وجبت نص كيلو جبنه كيري ساده بالقشطه، النص عامل يعني 23 22، ده بعد الخصم. تمام. ودي كانت عامله، دي نص كيلو كانت عامله 22 جنيه برضو، كان عليها عرض. جبنتي ده بالنسبه للمشتريات اللي انا جبتها من بيت الجمله. جبت الزيت، طبعا التومين ما بقاش فيه بركه خالص، فانا بحب اطبخ بزيت زيت تباع الشمس. لان زيت الذره اغلى بكتير. طبعا انا مش بطبخ بالسمنه اللي هي جنه وروابي والكلام ده كله، بميل للزيت، بحس ان هو اخف.
طبعا زيت الذره غالي جدا، فجبت الازازه دي كان عليها عرض، دي 2 لتر ونص يا جماعه، بتقضيني الشهر مرتاح. دي كانت عامله 136 جنيه فجبتها. وجبت التومين لان انا ما عنديش لا زيت آلية ولا سكر، فانا خليت الزيت الآلية والسكر من التومين، وجبت دي شراء من السوبر ماركت. انا التومين بتاعي فردين فقط لا غير، فانا جبت من التومين ايه، جبت 3 زيت اللي هو زيت الآلية ده زي ما انتم شايفين كده، تمام. وجبت 3 كيلو سكر، 3 كيلو سكر و3 زيت، وخد مني بتاع التومين 32 جنيه، تمام. الخضار كان عندي شويه خضار، بس جبت الحاجات اللي ناقصاني دلوقتي مبدئيا. جبت زي ما انتم شايفين كده طماطم، كانت الكيلو ب10 جنيه. جبت كيلو طماطم كده، انا عامله صلصه، اي نعم مش كتير بس هو احسن من مفيش. وجبت ربع كيلو فلفل الوان عامل 5 جنيه. وجبت كمان البصل اللي غالي جدا ب20 و25، دول ب20 جنيه. كان حد واقف والله يا جماعه حطت عليه 15 جنيه فجايبه ب20، بس اللي انت تنقيه عشان فيه بايظ وفيه ضارب، فانا نقيت احسن حاجه يعني، نقيته نقاوه كده بايدي عشان كان معظمه مش لطيف، ودول عملوا 20 جنيه، تمام. وجبت بطاطس برضو، البطاطس 2 كيلو ب20 جنيه اهو. وجبت نص، مش نص، هو الفلفل ده الربع ب3.5، قلت له اديني اللهم صل على سيدنا محمد، قلت له اديني ب5 جنيه. وجبت ربع ليمون. هي دي بقى ايه المشتريات اللي بجيبها بتنفعني اول الشهر، اللي هو الرز، المكرونه، الزيت، السكر، الخزين الاساسي بتاعك. هو ده فيديو النهارده، بتمنى يكون عجب حضراتكم. شير ولايك واشتراك لو عجبكم الفيديو، وليه نعمل فيديوهات تانية لو حابين في الكومنتات. واشوفكم على خير، مع الف سلامه.